الراجل العربجي هو اللي غلطان، هو اللي كسر الطريق عليا، وهو اللي كان هيوديني وهيودي نفسه في داهية. انا معايا حالة تعبانة في العربية والطريق كله واقف، وهو واقف مخصوص يتخانق معايا علشان يثبت لي ان هو صح وان انا اللي غلط. انا مش هوقف الطريق ده كله عشان خاطر اثبت له ان هو غلط وانا اللي صح. يا سيدي انت الصح، وهبوس راس الحصان، مش راسك انت بس، لا ده انا هبوس راس الحصان بتاعك، عشان اللي معايا محتاج جلسة تنفس ولازم اوصله المستشفى. مش هوقف الطريق كله والحالات التعبانة علشان اثبت ان انت غلط وان انا صح. لا، انت صح وانا عيلة وغلطت، وهات راسك ابوسها وهبوس راس الحصان، وادي 100 جنيه كمان. مبسوط يا عم الحاج؟ مبسوط يا ست. كانت قصة بسيطة بتعكس تكبير الدماغ. انا مش هدخل في صراع واعطل ناس واموت ناس عشان اثبت ان هو غلط وانا اللي صح. مش مهم، هو فاكر نفسه صح. خلاص يا سيدي، ابوس راسك انت صح، انا عيلة وغلطت. وده معناه ايه؟ معناه ان احنا نكبر دماغنا. تكبير الدماغ ده فن، مش عن ايوه فن. فن هيفاديك من مشاكل كتير. لو انت كنت صدرت دماغك ووقفت قصاد العربجي او اي انسان في الدنيا عشان تثبت له ان انت صح، كنت هتروح القسم وهتعمل مشكلة وهتعمل خناقة. لكن لما ابوس راسه وابوس راس الحصان كمان واديله 100 جنيه واقول له الله يسهل عليك، مش هوقف الطريق، مش هعطل بني ادمين. اللي معايا في العربية مش هيموت. انا مش محتاجة ادخل في صراع علشان اثبت للناس صح ان انا صح. لا، انتوا اللي صح، خليكوا انتوا اللي صح. مش مستاهلة، مش مستاهلة نموت بعضينا على حاجات هايفة وصغيرة، على فتحة في الايد في الغيط، على طاقة صغيرة فتحها الجار. مش محتاجة، مش محتاجة كل الصراعات.